معانا هو الفول. رمضان من غير فول ما ينفعش. ليه بقى؟ لان الفول هو اللي بيسند المعده معانا في السحور. فطبعا الفول ده بتكون حاجه اساسيه على ترابيزه سحور رمضان. طيب الفول بقى بيتعمل ازاي؟ عملناه مع بعض كتير وهنعيده مع بعض تاني النهارده. في البدايه احنا هننقع الفول. تمام كده. الفول ده انا لسه حاطاه في الميه حالا اهو. ركزوا في شكل الحبايه عامل ازاي. ففي البدايه احنا هننقع الفول. انتي تقدري تعمليه بالليل، تنقعيه بالليل وتاني يوم الصبح تشتغلي فيه، او العكس تنقعيه من الصبح بالليل وطول الليل تشتغلي فيه براحتك. عامه لازم نكون متفقين ان الحبايه اللي احنا بنشتغل بيها دي مش هي دي الحبايه اللي بيشتغلوا بيها بتوع المطاعم. بتوع المطاعم بيكون ليهم فول مخصوص، فول مجرد ما تنقعيه في الميه ماشي تلاقيه طري معاكي كده وبقى جميل. غير طبعا ايه الحبايه بتاعتنا احنا دي بتكون ناشفه حجر. فالحبايه اللي بتتباع عند العطار مش هي الحبايه اللي بيشتغلوها في المطاعم. ولكن الموضوع ده مش هيأثر معانا خالص، لان احنا ان شاء الله هنعمله بطريقه حلوه قوي وسهله وبسيطه ومش مكلفه. وكمان في الاخر الطعم بيطلع معانا يعني زي طعم المطاعم او احلى كمان. ف ركزي معايا في الفيديو وشوفي كل التفاصيل. انا دلوقتي ان شاء الله هسيبه منقوع 12 ساعه وهرجع لكم بعد 12 ساعه اوريكم شكل الحبايه عامل ازاي. وهنا دلوقتي بقى شكل الفول بعد 12 ساعه. سيبته منقوع بالظبط 12 ساعه بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الفول حجمها تضاعف ازاي؟ فالنقع بيكون مهم جدا. بعد كده بقى هنشطفه كويس قوي ونبدأ ان احنا نجيب الحلة اللي هنشتغل فيها او القدرة. الاتنين واحد. اشتغلنا في قدرة كتير مع بعض والمرة دي هنشتغل كمان ايه في حلة. فجبنا الحلة اللي هنشتغل فيها. عندك بقى دلوقتي 3 اضافات ممكن تضيفي حاجة واحدة منهم. ممكن ان انتي تضيفي الفول المدشوش اللي احنا بنعمل بيه الطعمية، اللي بنعمل بيه البصارة، الكلام ده. نص كيلو الفول بياخد كوبايه من الفول المدشوش، وانا اعمله معاكم بالفول المدشوش. طيب ممكن اعمله بايه تاني؟ ممكن اعمله بالعدس الاصفر وممكن اعمله بالرز. فبراحتك شوفي انت ايه المتوفر عندك وايه اللي موجود وتبداي ان انت تعملي بيه. انا كان عندي الفول المدشوش لاني انا هعمل طعميه فهاخد منه كوبايه. دي كده الطريقه المظبوطه بالظبط لنص كيلو فول، كوبايه من الفول المدشوش. طيب لو عامله كيلو فول اخد كوبايتين على طول. تمام. الفول ده برضو انا هاخده اغسله وبعد كده اضيفه على حله الفول بتاعتي. انا دايما في المرحله دي بعصر ليمونه، ولكن انا ما كانش عندي ليمون فعملته من غير ليمون. انا بعصر ليمون علشان احافظ على لون الفول، ولكن برضو انا ما عصرتش ليمون وحافظت على لون الفول. بعد كده بنضيف له ميه مغليه. اهم شيء ان انت تنزلي عليه بميه مغليه وتقفلي الحله او القدره حلو قوي. لو انت عامله كمان قدره تقدري ان انت تحطي فوقيها كازارولا او حله او اي حاجه تحطي فيها ميه بحيث ان هي تسخن عشان لو هتزودي على طول يعني. تمام. هنا بقى الفول ضفتله الميه السخنه وهسيبه على البوتاجاز. طب انا هسيبه بقى على البوتاجاز قد ايه؟ هسيبه على البوتاجاز برضو 12 ساعه على نار عامله زي الشمعه. يعني مجرد ما غلي معايا كده الميه مغليه، مجرد ما غلي معايا رحت موطيه على الاخر زي الشمعه كده وسبته بقى كمان 12 ساعه. وما تخافوش يعني ما بيسحبش الراز ولا اي حاجه. هنا بقى بعد ما عدى عليه 12 ساعه بصوا شايفين عامل زي الزبده. تمام. بس كده خلاص الفول خلص معانا. بس في مرحله تاني يعني انا هوريها لكم. المرحلة دي مرحلة اختيارية. لو انت عايزة تتخني في السمك بتاع مية الفول او تغيري لون الفول بنحط ايه بقى؟ بنحط معلقة من النشا وبنحط نص معلقة كده من البابريكا، او تحطي بديل البابريكا لون طعام احمر او اسمه لون الفول. يعني تروح عند العطار كده تقول له اديني لون الفول هيديك اللون ايه بتاع الفول. بصوا شايفين الفول عامل ازاي. في الوقت ده بقى هضيف عليه وهقلبه، هديها غلو على البوتاجاز وخلاص. ابدأي بقى ان انتي صب حطيه في الاكياس، حطيه في العلب، شوفي هتشيليه في ايه. وكده يكون الفول خلص معانا. بصوا ما شاء الله نص كيلو فول عمل لي كام كيس، والاكياس طبعا مليانه. ونضافه وضمنه انتي عامله ايه في البيت. خلصنا من الفول.
الفيديو ده مش هيكون فيه الطعمية والبليلة، هيكون في الفيديو الجاي ان شاء الله. تاني حاجة هنعملها، هنوضب الصلصة. برضو لما الصلصة بتكون جاهزة بيبقى يعتبر اكلتك خلصت. احنا مفرزين مع بعض البصل، وكمان هنفرز الطماطم، واي خضار بقى بنكون مفرزينه، فاصوليا سلقينها، بسلة عاملينها. فبصراحة الاكل ما بياخدش معاكي نص ساعة وبتكوني خلصتي كل حاجة. فهنا بقى القوطة دي كانت في الفريزر، طلعتها وبشيل القشرة بتاعتها بمنتهى البساطة كده. بحب ادخلها الفريزر شوية علشان تسهل معايا ان انا اشيل القشرة، بدل ما افضل اصفي والتصفية بتاخد معايا وقت ومجهود بصراحة. فانا بحب اشيل القشرة كده على طول. بس هغسلها بقى حلو وهشيل القشرة بتاعتها، وفي الحلة هضيفها ومش هضيف عليها اي مية. هي بقى هتنزل ميتها وهتنزل كل حاجة، وهسيبها لحد ما توصل للشكل ده. بعد ما وصلت للشكل ده هضربها بقى بالهاند بلندر، او لو ما عندكيش اضربيها في الخلاط عادي خالص. طبعا لو انتي بقى مش مصفي القشرة تضطري تصفيها، لو مش بتحبي شكل البذر هتضطري برضو ان انتي تصفيها. انا بقى هضربها حلوة قوي، وهضيف عليها شوية اضافات. ايه الاضافات بقى اللي انا هضيفها عليها؟ هضيف عليها مادة الحفظ اللي هو الملح والسكر والزيت. معلقتين من الزيت، معلقة من الملح، معلقة من السكر. في ناس بقى، انا حطيت معلقتين من السكر. في ناس بقى بتحط بنجر، عايزة تحطي تمام مفيش مشكلة. اي مدعمات لون تمام مفيش اي مشكلة. لكن انا ما بحبش احط فيها البنجر. هو بصوا لونها كده الطبيعي بتاع ربنا، مفيش احسن منه. هرجعها تغلي على البوتاجاز، وبعد كده هسيبها تبرد وهفيها في الاكياس عادي خالص. معلش الكاميرا اتهزت، اصابة عمل. بس كده، ودي الاكياس اللي طلعت معايا من الصلصة. كل بقى ما يكون القوطة مثلا سعرها كويس، هاتي شوية واعملي لهم، هاتي شوية واعملي لهم، هتلاقي عندك كمية ما شاء الله حلوة أوي، اللهم بارك. ده اختراع تاني، ولكن للأسف مش لاقية البداية بتاعته. فأنا أقول لكم بقى أنا عملت إيه. دي بطاطاية واحدة مسلوقة، تمام، بطاطاية مسلوقة. حطيت عليها معلقتين من النشا، واديتها كمان شوية من الملح، وتوم باودر وبصل باودر، وعملتها كده زي العجينة. تمام، يعني عجنتها بالنشا، ما عجنتهاش بالدقيق، عجنتها بالنشا. وبعد كده بقت ما بقت معايا عاملة زي العجينة كده، بدأت ان انا اقطعها بالشكل ده، وهعملها كور. دي بطاطس ولكن بشكل جديد وطعمها حلو قوي قوي يعني. بصي جربيها كده مع ولادك هيحبوها جدا. المهم انا لقيت ان الكورة دي يعني حجمها كبير شوية، ف... فبعد كده قسمتهم على 2، يعني الواحدة من دي قسمتها على 2 زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. بس وهتبدأي بقى ان انت تكوريهم كلهم. كل ما الكورة بتكون صغيرة بتكون احسن، عشان طبعا لسه نعمل لها كفر. خلاص الكمية اللي معايا دي بطاطاية واحدة، انت بقى عايزة تزودي هتزودي. تمام، وزي ما قلت لكم كده حطيت لها نشا. بس كده بقى خلاص بقت جاهزة معايا. هعمل ايه بقى؟ هجيب شوية بقسماط، البقسماط العادي اللي بنحمر بيه البانيه الكلام ده، البقسماط العادي خالص. وهبدأ ارجها كده في البقسماط، يعني احطها على البقسماط وارجها، واشيلها بقى في العلب، او هتحمريها لو هتاكليها كليها عادي على طول. بصوا بجد جميلة جدا جدا، ولكن للأسف انا مش عارفة التصوير راح فين، يعني كنت حابة اوريكم تفاصيلها، ولكن زي ما بقولك هي مش اكتر من نشا وبطاطس وشوية ملح، توم باودر، بصل باودر. وكمان في الاخر عملتها كده على البقسماط من غير بيض، يعني بالبقسماط بس كده ورجتها. ودي كده كان الفيديو بتاعي النهاردة، بدايات تجهيزات رمضان. وان شاء الله بقى انتظروا المزيد من الفيديوهات. لحد هنا اقول لكم دمتم سالمين وفي حفظ الله، ومع السلامة.